الجزائر في قائمة الدول الممولة للإرهاب، تطور خطير بسبب حماقات نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف. تكلمت لكم في السنة الأخيرة على علاقات النظام الجزائري مع إيران وكيف ورطنا النظام في هذه القضية. تكلمت لكم على البوليساريو كأداة للنظام الجزائري في تجارة الأسلحة والمخدرات. تكلمت لكم أيضا على قضية دعم الجماعات الإرهابية في شمال مالي. اليوم الجمعة وكالة رويترز بطبيعة الحال المجموعة المالية التي صنفت اليوم الجزائر كدولة ممولة للإرهاب ومتورطة في تبييض الأموال، في وقت أنه دولة مثل السنغال تم حذف اسمها من هذه القائمة بعد الجهود التي قامت بها في هذا المجال. واليوم تم إدراج الجزائر مع لبنان مع أنغولا مع كوت ديفوار في هذه القائمة الرمادية للدول الممولة للإرهاب والمتورطة في تبييض الأموال، وهو أمر خطير جدا يؤكد كيف ورطنا النظام الجزائري بحماقاته بغياب الرؤية تاعو. ولكن هناك أخطر من هذا. الأخطر من هذا هو أنه كان سيتم إدراج روسيا بطلب من أوكرانيا في هذه القائمة. تعرفوا من هي الدول التي تدخلت من أجل أنه لا يتم إدراج روسيا وهو ما حدث؟ الصين اللي تبوا قال لك نطلعوا معاهم من الفضاء، الهند اللي زارت رئيستها اللي ما عندها حتى صلاحية الجزائر منذ أيام، المملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا الحليف زعما التاريخي للنظام الجزائري. هذه الدول تدخلت حتى لا يتم إدراج روسيا، لكن لم تتدخل حتى لا يتم إدراج الجزائر في القائمة الرمادية، وهو بطبيعة الحال الأمر اللي راح تكون عنده تبعات خطيرة، خصوصا لما يصل وإذا وصل دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. والموضوع مرتبط. أنا معكم ما نحكيش قصص ألف ليلة وليلة. السنة الأخيرة كنت مركز على موضوع هذا تمويل الإرهاب من طرف النظام الجزائري، دعم الجماعات الإرهابية، دعم البوليساريو، العلاقات مع إيران. اليوم النتيجة أمامكم، وما هو قادم أسوأ بكثير على الجزائر بسبب هذا النظام المتعفن، والله المستعان دائما.